يعني بعناية. والله يعني أنا دائما حين أتكلم ممكن الناس ما تفهمنيش، أنا نحب نتكلم ببراغماتية ونتكلم بأكاديمية ونتكلم بحقائق، ويعني تماشيا مع الدبلوماسية الجزائرية، لأني أنا أعلم على أن الدبلوماسية الجزائرية تفكر بمنطق الدولة ولا تفكر بمنطق الأفراد. نحن في ريزو سوسيو مثلا نتصرف بمنطق الأفراد، تتغلب علينا العاطفة، تتغلب عن الحمية الوطنية، أكيد جدا. كل واحد عنده شهداء في بلاده، وإحنا البلاد هذه مات عليها الشهداء، ماشي غير روح وقول باللي هذه البلاد تاعي، والله ديك البلدية نديها احنا، والله الولاية الفلانية تابعة لينا، والله يعني احنا عندنا تفكير افراد. احنا لسنا كيانات ونحن لسنا دولة، نحن عبارة عن شعب، عندنا الحق باش نرد عليهم. ولكن في اطار الحرب السبيرانيه الاعلاميه والاعلاميه والابواق يجب ان نتصرف بحكمه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: اميتوا الباطل بالسكوت عنه. أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني أنا أعلم على أن الأبواق المخزنية التي تتكلم هل الجزائر انساقت وراء الحملات الإعلامية المغرضة والأبواق المخزنية المغرضة؟ لا، الجزائر تتصرف بمنطق الدولة التي تحترم نفسها وتحترم حجمها. أنا دولة الجزائر لدي تاريخ، لدي حضارة، لدي إرث، لدي جيش قوي، لدي شعب يموت على بلده، لدي ولدي ولدي. أنا أتصرف من هذا المنطق، أنا لا أنجر إلى بوق إعلامي. أنا دولة جزائرية، أنا ماشي بوق إعلامي يخلعني أو يخوفني أو ننجر يجرني إلى المستنقع اللي راه حابين هو باش نطيحوا في مناكفات إعلامية. علاش؟ باسكو هذه الأجندات الجزائر كيفاش ردت على المروك؟ هضروا ديروا باش يدخلوا الشعب في بعضه وكذا وكذا. الجزائر واش دارت؟ اخذت قرار بقطع العلاقات الدبلوماسيه والمجال الجوي والبحري والبري. بوان. الجزائر تتصرف بقوه وتتصرف وفق املاءات الدوله، مبدا الدوله، هذه هي شخصيه الدوله. أن الجزائر ما تنجرش وراء الابواق الاعلاميه، ما تنجرش وراء الابواق التيكتوكيه، ما تتصرفش لانها ستنزل بمستواها تفكر بتفكير الافراد وتنزل تولي تخمم كيما انت وكيما انا وكيما سلوانه وكيما الاخر وكيما. يعني احنا كي نكونوا في سجال نتكلموا، هو يسب وانا نسب، ولكن هذا الامر ما نخليوش، لانه راه يتغذى ويغذي كراهيه الشعوب، علما انه الجزائر ما يخدمهاش هذا الطرح. انا كجزائري انا لست مضطر اني نصعد في بثوث ونقول لهم باللي التاريخ الجزائري اسمى، ولازم تعطر فمك، ولازم تتوضا، ولازم دير الوضوء الاكبر باش تتكلم على تاريخ الجزائر. وانا مانيش مضطر اني نبرر لمغربي او نبرر لتونسي تضحيات اجدادي، لانه انت كتونسي وانت كجزائري درتوا اتفاقيه الحمايه، الى يومنا هذا ما زلتوا تحت اتفاقيه الحمايه. والجزائر ما الذي تفعله؟ تريد ان تخرج تونس من اتفاقيه الحمايه الموقعه منذ 1881، وتريد ان تخرجها من اتفاقيه 27 جونفي 1960. الجزائر استقلت في 62. فرنسا كي شافت القوه تاع الدوله الجزائريه في ذاك الوقت والمجاهدين والثوار، عرفت باللي راح تدي الاستقلال، وعرفت باللي امام الراي العالمي وكذا وكذا خلاص طاحت في احراج، والوفيات بزاف عندها، والجنود القتلى عندها بزاف، والتراجع القوه تاعها، وبالتالي عرفت واش دارت؟ راحت نادات ايطاليا اللي كانت اللي كانت محتله ليبيا وتونس. واش داروا؟ وكانت هي تحت الحمايه التونسيه، تونس تحت الحمايه الفرنسيه عفوا. واش داروا اتفاقيه ثلاثيه الموقعه يوم 27 جونفي 1960 اللي تتكلم على انه الدبداب وغدامس هذوك تابعين ليبيا، وهذا ما يطالب به حفتر نزولا عند هذه الاتفاقيه. الجزائر في 62 في السبعين واش يدير الموسطاش تاع بومدين؟ يوم 6 جونفي 1970 راح اجتمع مع بورقيبه ودار اتفاقيه ترسيم الحدود ما بين الدوله التونسيه والدوله الجزائريه، وتم ترسيم الحدود الجزائريه التونسيه كما ترونها الان لاحقا، وتم التصديق والموافقه على هذه الاتفاقيه ونشرها في الجرائد الرسميه التونسيه والجزائريه، والمصادقه عليها في البرلمان التونسي والجزائري، وطلعوها الى هيئه الامم المتحده، واعترفت بها هيئه الامم المتحده الحدود الفعليه للدولة الجزائرية وللدولة التونسية في زمن بورقيبة، وفي زمن أيضا
هو بومدين 1972 الجزائر واش دارت؟ راح اجتمع مع الحسن الثاني ودار معاه اتفاقيه ترسيم إفران، اتفاقيه إفران وترسيم الحدود الجزائريه المغربيه وفق هذه الحدود التي ترونها الان، ووافق عليها البرلمان المغربي ووافق عليها البرلمان الجزائري ونقلوها هيئه الامم المتحده وصادقت عليها هيئه الامم المتحده كحدود جغرافيه فاصله ما بين الجزائر وتونس والمغرب. اذا هذا الكلام الخبط عشواء، الكلام العاطفي الذي يدار في مواقع التواصل الاجتماعي، الهدف منه العودة إلى اتفاقية 27 جانفي 1960، لأن تلك الحدود تخدم المحتل الفرنسي وتخدم المحتل أيضا والنظام المعادي للجزائر في تونس، الأبواق الإعلامية والتي تعتمر بأوامر فرنسا. وهذه الاتفاقية وقعتها فرنسا وتونس وليبيا وإيطاليا، وليبيا كانوا تحت الحماية الليبية في الاحتلال والإيطالي والفرنسي، وبالتالي هنا نعطوا ذريعه لحفتر باش يطالب بالدبداب، وغدام تولي تابعه ليه الدبداب، وحتى الواتسوف وإليزي تقول لك هذو كاع تابعين ليا، وحتى الحدود الشماليه الشرقيه ما بين الجزائر وتونس تقول لك بلي هذوك ايضا حدود استعماريه توارثناها. هو بومدين سبقهم وقطع عنهم الطريق ورسم الحدود الجزائريه التونسيه، وزاد راح للمروك وقطع الطريق امام الفرنسيين ورسم الحدود الجزائريه المغربيه، وخلاص انتهى الموضوع. الجزائر عندها اتفاقيه، الجزائر خلاص يعني كنت تتكلم عن طريق الادوات الدبلوماسيه او القنوات الدبلوماسيه في اعلى مستويات. انا ما ننزلش بمستوى شعبي يقعد يتكلم بوق كذا كذا كذا. اضافه الى ان الجزائر لا تريد عدم تبييض الابواق، لا تريد أن تبيض الأبواق، يعني ما تعطيهمش مصداقية. فالرد على القنوات المعادية والأبواق المخزنية والأبواق التونسية الفرنسية المعادية للجزائر، هذا يعطيها أهمية ويزيد من انتشارها ومصداقيتها، ويقول لك خلاص توشيناهم في الصميم، سي بور سا كذا. خلاص الجزائر أنا عندي الحق معايا والاتفاقيات معايا وترسيم الحدود معايا وهيئة الأمم المتحدة معايا، أنت واش ندير بيك؟ انت واش ندير بيك؟ تركي تظهر انا كي دوك الجزائر وكان عن طريق القنوات الدبلوماسيه اعلاميا وتروحوا نتكلموا اعلاميا، هنا يعني دخلنا في غوغائيه، وهذا لا يخدم مصلحه البلدين ولا يخدم الجزائر بالتحديد. والجزائر تعتمد خطاب رسمي عبر قنوات دبلوماسيه بدل الدخول في جدال اعلامي عقيم. والجزائر يعني تجنب وتتجنب إرباك الرأي العام الجزائري والتونسي والدخول في مناكفات إعلامية، لأننا ندرك أنه إذا تشيطنت الأمور راح تتدخل أورو نيوز ومن بعد تجي تتدخل بي اف ام تي في فرنسا وتتدخل. يعني الفرنسيين واش يديروا لك؟ يديروا لك أبواق، يجسوا النبض، يروحوا يديروا بوق مخزني بوق تونسي ويقعدوا يديرونجيو في الجزائر، هذه حدودنا، هذه كذا هذه كذا، وهم يعلمون على أنه هناك بومدين خلاص وثق ورسم الحدود وهي في هيئة الأمم المتحدة، خلاص انتهى الموضوع. وهم يريدون أن يزعجوا الجزائر، على بالهم باللي ما راح يدوا حفنة تاع تراب هكذا ذرة مثقال ذرة ما يدوها، سواء من الجانب الغربي الجزائري المغربي أو الجانب الشرقي الجزائري التونسي. إذا الجزائر ماهيش حابة تعطيهم تدخل في مناكفات إعلامية، لأن المناكفات الإعلامية كما دير فرنسا دير خطة تبعت لك بوق إعلام تيك توكي فيسبوكي يقعدوا يتكلموا يزعجوك ومن بعد هنا يدخل الشعب على الصف ويولي يرد ومن بعد تولي قضيه راي عام، ومن بعد الجزائر كي تتدخل حسب فهمكم تتدخل وترد واش تولي هنا مناكفه اعلاميه على اعلى مستوى. خلاص الجزائر هاي ردت، هنا تدخل اورو نيوز، تدخل بي اف ام، تدخل تي في تي اف ان تي اف، يقعدوا القنوات الفرنسيه تقعد تشتغل وكذا وتدير في البروباغندا وتدير تهييج وكذا، وهذا يشوش العلاقات الجزائريه وصفو العلاقات الجزائريه التونسيه، وهذا هو ما تريده فرنسا. ففرنسا لا تريد حدودا بريه ولا تريد حدودا جغرافيه، الهدف من فرنسا هو افتعال أزمة ما بين البلدين الجزائر وتونس من أجل أن يغلقوا علينا المنصة الشرقية أو الحدود الشرقية، وبالتالي الريع نتاعنا والغاز نتاعنا والمداخيل 80% من المداخيل الجزائرية الريعية تولي عندنا فائض وتتكدس، وبالتالي هنا الغاز يولوا يديه الأوروبيين ببلاش. إذا هي خطة ممنهجة، والجزائر لا تريد أن تدخل في مناكفات إعلامية ولا تريد أن تبيض أبواقهم، ولكي لا تزيد من مصداقيتهم وتعتمد على الرد الدبلوماسي الصامت، تلتزم السكوت والحياد الإعلامي الدبلوماسي. الجزائر لديها مشروع اقتصادي، مشروع جيوستراتيجي، مشروع سياسي، عمق إفريقي، عمق متوسطي. يعني الجزائر تريد أن تبني صورة لها على أنها
دولة قوية ذات كيانات وأركان ومؤسسات قوية جدا بجيشها واقتصادها وسياساتها وأيضا بدبلوماسيتها الخارجية وبشعبها. والجزائر تريد أن لا تنزل إلى الحضيض، لأنه الذي ينزل إلى مستوى الأبواق يعني مشكوك فيه. أنت حتى أنت في مصداقية تاعك مع البلدان في الدبلوماسية الخارجية ما يقولوش يشوفوا فيك بعين الاحترام، يقول لك بوخ تيك توكي فقط أثر عليكم وليتوا تردوا وليتوا كذا وليتوا تطيحوا. هذا ما يجعل الجزائر تقع في حرج دبلوماسي ويضعف الجزائر، وتصبح الجزائر ينظر إليها دبلوماسيا على أنها دولة هشة. بإمكان بوخ إعلامي يأثر فيها ويأثر في إيديولوجيتها ويأثر حتى في قناعاتها الشخصية والتاريخية وغيرها، علما أن الجزائر تتصرف بمنطق الدولة. هذا أما فيما يخص التهريب، والجزائريين تاعنا يهربوا هذيك تبسها، نكذبوا على بعضنا تبسها كاع يهربوا. جماعتنا اللي راهم فما في الحدود كاع يهربوا عادي جدا. خاوتك الجزائريين راهم ياكلوا في الخبز مع خاوتهم توانسه، والتوانسه راهم ياكلوا خبز مع خاوتهم الجزائريين، ونورمال عادي جدا. هذاك يخلص بالدينار وهذاك يخلص بالدينار التونسي، وراهم عايشين وراهم ياكلوا في الخبز بيزول عادي. يعني هذا الامر يعني احنا نبلعوه وكذا. كاين اتفاقيه 1975 المبرمه ما بين الجزائر وما بين تونس في وقت هواري بومدين وبورقيبه ايضا في 75، اللي يتكلموا على السماح للبدو والرحل والمبادلات التجاريه بدون اجراءات رسميه وبدون جمركيه، الا السياحه فقط. السياحه تفوت نورمال يكاشي لك وتروح تفوت لي فاكونس تاعك، او تونسي يدخل الجزائر ويفوت لي فاكونس تاعو. اما المبادلات التجاريه قال لك البدو والرحل. واش حب يقول؟ التوانسه والجزائريين كي داروا اتفاقيه بدو والرحل، حاب يقول باللي اللي راهم عايشين في الصحراء الجنوبيه الشمال الشرقي الجنوبي جيت وتسوف وإليزي واطلع حتى لتبسه ومتبسه اطلع حتى الفوق، يعني هذوك يقدروا يدخلوا ويخرجوا من تونس عادي جدا. شكون اللي راه يامن الحدود؟ الدوله الجزائريه تؤمن الحدود الجزائريه التونسيه عن طريق نشر اكثر من 6500 وحدات جيش الوطني الشعبي تسهر على حمايه الحدود، وبالتالي حتى اللي يخرجوا اللي يدخلوا الجزائريين على بالهم بهم شكون. اذا هذه عمليه اخرى، وهذا ما لا تدخل في السياق تاع التجاري وكذا. اما الرد على الابواق ان شاء الله تكون قنعت بهذا الرد، لانه الجزائر لديها شخصية وشخصية الدولة، ولا تريد أن تنزل بمستواها إلى منزلة فلان. دوك الجزائر تجيك دوك يجي أحمد عطاف يرد على السليمي على بوبرنوس، أحمد عطاف يروح يرد على أسد الشرعي، دوك أحمد عطاف يروح يرد على بوق تونسي مدعوم من فرنسا. يعني هذا لا يعقل. الجزائر لا تلتفت إلا للكبار، أما الصغار لا تلتفت. تونس ولاية جزائرية شيء أم أبوا، احنا لا ناكلوا فيها، احنا نعطوا لها غاز، احنا نعطوا لها تريسيتي، احنا نعطوها واحنا نعطوها واحنا نعطوها مقابل انها تسمح وتخلينا نفوتوا الاراضي وكذا. اذا تونس لن تستطيع ان تستغني على الجزائر، والجزائر ايضا بما اننا عندنا عداء تاريخي ما بين الكلاب هذو المراركه اللي راهم قدامنا والحلف المغربي الاسباني الفرنسي، احنا درنا حلف جزائري تونسي ايطالي. اذا احنا نتكلموا على حسابات جيوستراتيجيه جيوسياسيه، حسابات كبار وليست حسابات عاطفيه تيك توكيه. يعني انت سبني طيح لي ونطيح لك، سبني ونسبك، يعني هذا لا يعقل. يعني ولو كان مؤرخ تونسي وجا تكلم نرد عليه، انا شخصيا نرد عليه ونروح ليه ونرد عليه بطريقه اكاديميه وافهمه، لانه كل القوالب التاريخيه تصب على ان الجزائر حدودها التاريخيه تمتد حتى البرقه، حتى البرقه الليبيه، وهذا موضوع معروف وتكلم عليها حتى دكتور دومير. هذا الامر واضح وموضوع ومعروف. لو شفنا احنا هذا التصعيد على اعلى مستوى الجزائر ردت عن طريق اكاديميها ومؤرخيها وغيرها. اما نشوف انا مرتزق الجزائر احنا على بالنا بلي هؤلاء مرتزقه. هذوك الجزائر وما ادراك ما الجزائر، الدبلوماسيه تاعها اللي راها تزعزع في امريكا في الامم المتحده تروح ترد على منار سليمي ولا تروح ترد على تونسي فرنسي. هذا لا يعقل. تفضلوا الاخ.